الحمد لله من فترة عربيتي اتخبطت وكنت محتار اوديها فين. بس قلت لنفسي مفيش غير الأسطى حسين هو اللي هيرجعها زي ما كانت. بصراحة أنا جربت ناس كتير قبل كده بس عم حسين مختلف، دقته في التفاصيل وسعره اللي بيخلي العربية كأنها جديدة. عم حسين بيشتغل بإيده وبيتابع كل حاجة بنفسه وده اللي مخليني مطمن. معانا المعلم بتاع الدوكو هنا في المنطقة عم حسين، طبعا غني عن التعريف. أنا عارفك بس الناس عايزة تعرفك بقى. عم حسين عامل حبيبي يا إيه؟ باشا. أخبارك إيه؟ تمام والله الحمد لله. حبيبي عم حسين، أنا جاي أعمل عربية عندك بقى، بس أنت ما شاء الله عندك عربيات بقى. عرفنا بقى الدنيا بتاعتك والشغل بقى هنا إيه الدنيا؟ زي عادي اي شغل، بس إيه؟ شغل برومه، شغل سحق وتلميع، شغل تكليح، ما شاء الله عليك يا يعني عم كله حسين. شغال الحمد لله. ربنا يزيدك يا عم حسين. سمكره وبويا وسروجي بس ابعد عن الكهرباء والميكانيكا عشان ما شاء الله. بقلق منه. لا أنت، ما أنا عارف أنت المعلم بتاع المنطقة هنا يا عم حسين. حبيبي ربنا يبارك لك. أحسن واحد بيعمل دوكو هنا في عين شمس. الله يعزك. لا مش قوي كده، شريف برضه في الاحسن يعني. حبيبي يا عم حسين، يعني لو حد عندك عايز يرش العربيه مثلا، ايه الدنيا بتاعتها؟ عادي نعملها له بالسعر برضه المناسب ليه والكلام ده كله. اللي بترش العربيه كلها يعني؟ اه برش العربيه كلها برضه، بنشد سمكره وبويا ايه اكتر لون الناس بتطلبه منك هنا؟ والله يعني لا مش اكتر لون، هي على حسب لون العربيه اللي بتيجي احنا بنعملها. يعني لكن في مثلا ما فيش حد بيحدد لون معين. ايوه هي ايوه. لون العربيه بس بيطلب بقى الخامه، بقى عايز خامه انضف وعايز خامه ايوه ما شاء الله. المصري زي ما هو عايز احنا بنعمل له برضه الشغل. امال وايه الفرق بين الدوكو بقى الفرن والعادي؟ ما اعرفش انا بقولها صح لا ولا العادي لا ما فيش حاجه اسمها العادي. ده كان زمان الدوكو ده اه الشغل البلدي ده. ايوه. لكن دلوقتي طبعا الدنيا اتطورت يا شريف، فكله بيبقى فرن كله بكباين والكلام ده كله. في انواع يعني ولا هي بتبقى؟ لا بالنسبه للبلاد في انواع طبعا. احسن نوع مثلا الناس لا بتفضله؟ احسن نوع ده حاجه اسمها سبي سيكر، في دوبير، في الكلام ده كله، بس ده بيبقى شغل عالي. ما شاء لكن الله. في اللي هو المتوسط، في الكبسي المصري ده احنا شغالين بيه، ده الشعبي بتاعنا ده. ما شاء الله. وفي حاجه اعلى منه الايطالي، حاجه اسمها ماكس ماير، ده برضو خامه نظيفه وحلوه، بتبقى برضو بتقعد مدى بعيد على العربيه يعني. ما شاء الله يا عم حسين. طب المكان هنا بقى، عشان انا عارف طبعا المكان، بس انت بقى اللي عايز يجي لك هيجي لك. هنا شارع الجزائر ناحيه احمد عصمت، جنب مزرعه الخيول، تمام. تبع عين شمس. ورقم التليفون بقى لو حد حب يتصل عليك؟ رقم التليفون هو محطوط على اليافطه، لو عايز مثلا صور يافطه ماشي. ماشي. ادي 010 939 00 416. دلوقتي حته الشغل السمكره اللي عندك ده انا هبعتك عند حد محترم برضو. ده من ضمن السمكره اللي احنا بنتعامل معاهم يعني. ايوه. فهنا في احمد عرابي، اسمه اللص احمد، وورشه ابو غنيمه. خلاص انا ماشي. هروح. اللص بتاعه اللص الكبير، اللص ابراهيم ابو غنيمه. خلاص هروح روح كده. له ويعمل لك اللي انت عايزه، وما تقلقش من اي حاجه كسعر والكلام ده كله، ما تشغلش دماغك بيه. المكان يعتبر قريب جدا من الأسطى حسين، وانا ماشي بصراحة سألت عليه قالوا لي ان هو جامد جدا وقالوا لي ان هو مش صنايعي بصراحة، ده فنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم احمد؟ الله يكرمك يا عامل باشا. ايه؟ الحمد لله والله تمام. انا الناس جاي بعتني عليك وعمالين يشكروا في شغلك يا باشا. تحت امرك يا باشا. حبيبي يا عم احمد، عامل ايه؟ اخبارك ده ايه؟ مكانك يا باشا، ربنا الله يكرمك. يخليك يا باشا. تمام. ايه عايزين نعمل عربيه بقى نعملها النهارده بقى، ايه الدنيا؟ اللي انت عايزه، شوف انت عايز تعمل ايه واللي انت عايزه يتعمل، مفيش اي مشكله يعني. حبيبي يا عم احمد، تحت ربنا أمرك. يبارك فيك. الله انت بقالك يكرمك. قد ايه في الشغلانه هنا يا عم احمد؟ انا هنا بقالي بتاع 25 سنه هنا مع الاسطى ابراهيم يعني. الاسطى ابراهيم هو صاحب الورشه صح؟ هو صاحب المكان. بس ما شاء الله الناس كلها بيقولوا ان ايدك يعني تلف حرير. ربنا يكرمك. الله يخليك يا عم احمد، يعني اي حد بقى عايز عنده خبط عنده اي حاجه يجي لك على طول. اللي انت عايزه تحت امرك يا باشا. حبيبي يا عم احمد، ربنا يكرمك. انت بتعمل ايه بالظبط يعني؟ الله الشغل يكرمك. بتاعك سمكره لو مختصر؟ عربيه عامله حادثه بتاع الكلام ده كله بنعملها برضه. اللهم صل على النبي عليك. عليه الصلاه والسلام. حبيبي يا اي عم حاجه أحمد. تحت امرك. حبيبي يا باشا، يعني الناس اللي هتجي لك من عندنا هتعمل معاهم واجب ان شاء الله. عينينا طبعا. انت عنوانك فين بقى باذن الله؟ احمد عرابي هنا. فين بالظبط يعني اللي هيجي لك يخش من يخش من احمد عصمت. احمد عصمت، شارع احمد عرابي. 49 احمد عرابي.